موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. هيئة الداخلية في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب تصدر تعليمات بخصوص أعياد النوروز، وذلك بعدم إشعال النيران في الأماكن العامة وعدم إطلاق العيارات النارية وغيرها. 5 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اسطنبول التركية صباح يوم السبت. تأسيس جيش العشائر الشرقية للتصدي للفيدرالية التي طرحها أكراد سوريا. الخارجية الألمانية تدعو رعاياها في اسطنبول إلى البقاء في الفنادق. وزارة الدفاع الأمريكية توقف تدريب مقاتلي المعارضة السورية. بوتين ونتنياهو سيبحثان خارطة سوريا المستقبلية. تسريبات عن تصور المعارضة للحل في سوريا. مجلس سوريا الديمقراطي قادرون على حماية مناطق الفيدرالية عسكريا. اتفاق تاريخي بين أوروبا وتركيا حول اللاجئين والترحيل يبدأ الأحد. تحطم طائرة تابعة لشركة فلاي دبي من طراز بوينغ 737 في مطار روسيا. توقعات الطقس في سوريا ليوم السبت وأسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الليرة السورية تجدونها في موقعنا www.press23.com.